السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. الزبادي العادي واليوناني واللبنة يعتبروا الإخوة كده الأصدقاء، كلهم شبه بعض والفروقات ما بينهم بسيطة قوي. نعملهم في البيت لأنهم سهلين جدا، موفرين، وأصح من غير إضافات ولا مواد حافظة، وكمان كريمي 3 مرات أكتر. هنبدأ الأول بالزبادي اللي هو الأساس، وهنتكلم عن العوامل اللي ممكن تخليه يفشل منكم، يعني يبقى ممزلق كده وسلايمي، أو ما يبقاش ناعم كفاية، يبقى جريني كده ومحبب ومش ناعم قوي. هنتكلم عن العوامل اللي تخليه متماسك زي ما انتوا شايفين كده، ما يقعش خالص من الكوباية. هنعرف برضو ليه ممكن الزبادي يبقى حامض بزيادة وما يبقاش طعمه مسكر وجميل. كمان اللبنة هنعملها بشكلين، مش بس اللبنة العادية الكريمي اللي بتتفرد على السندوتشات، لا هنعمل اللبنة المدعبلة اللي هي بتبقى كور صغيرة كده بكذا طعم. اوعدكم بعد الفيديو ده هتعملوا زبادي ولبنة في البيت أحلى وأفخم من أي ماركة موجودة في السوق. قبل ما نبدأ بس حابة أستأذنكم وأشكر كل الناس اللي بيتابعوني وسألوا عليا وأنا غايبة. بجد وحشتوني جدا كلكم، والجداد وبيشوفوني لأول مرة أهلا بيكم ونورتونا. يلا بسم الله. مبدئيا نوع الحليب بيفرق جدا، كل ما كان دسمه عالي كل ما كان الزبادي كريمي ومتماسك أكتر. هبدأ ب2 كيلو من الحليب الطازة الجاموسي، وطبعا ينفع نستخدم البقري بس الجاموسي دسمه أعلى. يفضل لو نستخدم حلة تكون تقيلة ونشطفها كده بسرعة بالمية علشان اللبن ما يلزقش ويشيب بسرعة. نقدر نستخدم اللبن المجمد بس بنخرجه من الفريزر على التلاجة ونسيبه يفك براحته. التجميد بيخلي الدهون تفصل عن الحليب، وده مش أحسن حاجة عشان قوام الزبادي، فبنديله ضربة كده بالهاند بلندر أو في الخلاط علشان يرجعوا يتجانسوا تاني. هتلاقوني هنا بصفي الحليب بالمصفى، فده اختياري لأن هنا اللبن الحليب طازة. نتأكد إن هو دسم لما تلاقوا كده الدهون أو الحليب سايب أثر على المعلقة كده، ده معناه إن الحليب بتاعي مش مغشوش وجودته ممتازة جدا وإن الزبادي هيطلع بيرفكت. ينفع كمان نستخدم اللبن المبستر، واحنا بنشتغل كده هنتكلم عن الفرق ما بينه وما بين الطازة. لو حابين ناكل زبادي فخم جدا وكريمي، نزود ربع أو نص كوباية من الكريمة أو القشطة لكل لتر حليب، أو نستبدلهم بتلت أو نص كوباية، يعني 40 ل 60 جرام من الحليب البودرة. طيب لو حابين نزود أي حاجة من التلاتة دول يبقى والحليب لسه بارد قبل ما بنرفعه على النار، بس نتأكد إن هما دابوا كويس أوي، خصوصا الحليب البودرة. بصوا عشان ما نضربش، الإضافات دي اختياري، يعني تقدروا تستغنوا عنها تماما طالما الحليب دسمه عالي وجودته حلوة، لكن إضافتهم حقيقي بتخلي الزبادي كريمي وفخم جدا. هناخد بقى الحليب نرفعه على النار بتاعتنا تكون أقل من المتوسط سيكة، يعني كده زي ما انتوا شايفين المنظر ده كده. من الحاجات اللي بتخلي الزبادي يطلع خشن ومش ناعم وكريمي ان احنا بنسخن اللبن بسرعة على نار عالية. انا عايزاه ياخد راحته ويسخن بالتدريج. طبعا من وقت للتاني بنقلب الحليب علشان ما يلزقش ويشيط من تحت. مش عايزة اسخن اللبن لدرجة انه يبقى بيغلي جامد ويبقبق قوي، لا عايزينه يبقى غليان هادي وخفيف كده، يعني سيمرينج. بيبدأ الحليب يكون زي قشرة كده على الوش ويطلع بخار منه. درجة الحرارة في الوقت ده بتبقى بالظبط كده 83. أول ما نوصل لدرجة الحرارة دي بنهدي النار خالص كده تبقى زي الشمعة، ولو عندنا الشياطة بنحطها تحت الحلة. عايزة أحافظ على درجة الحرارة دي من ربع لنص ساعة. في أغلب الأوقات بسيبه نص ساعة. طيب ليه مش 10 دقايق مثلا؟ هقولكوا إن مش عايزة أموت البكتيريا، بس أنا بزود شبكة البروتين وببخر المية الزيادة اللي في الحليب، فالنتيجة بتكون زبادي متماسك جدا وقوامه في منتهى الجمال. علشان كده أنا بعمل نفس الخطوة دي حتى لو اللبن متبستر. أهم حاجة طول النص ساعة دي من وقت للتاني نقلب والنار تفضل هادية، لأنها لو عليت لمدة نص ساعة فالزبادي طعمه بيتغير، بيبقى زي الكاسترد. بعد النص ساعة نشيل اللبن من على النار ونسيبه لحد لما درجة حرارته تنزل تقريبا للنص، يعني في حدود كده من 42 ل 48 درجة مئوية. يعني اللبن بيبقى دافي، نحط صباعنا فيه كده ونعد من 1 ل10 نقدر نستحمل حرارته. نخلي بالنا لو اللبن سخن البكتيريا هتموت، ولو بارد قوي مش هتبقى نشطة. بالنسبة لي أنا بخليها في حدود كده 46. كده الحليب بقى جاهز علشان نضيف فيه الخميرة اللي هتحوله لزبادي، اللي هي برضو زبادي. ابدأوا دايما بنوع تكونوا بتحبوا طعمه وقوامه، لأن الزبادي اللي هنعمله في البيت هياخد نفس الطعم والقوام بالظبط.
علشان كده دايما ببعد عن زبادي الشركات وبجيب الزبادي الطازة اللي من عند اللبان. معظم الشركات بيزودوا جيلاتين ونشا وإضافات تانية ما يعلم بيها إلا ربنا، والطعم والقوام ما بيكونش أحسن حاجة. صبركم بالله عليا كده. وآخر معلومة عن الخميرة، لما نختار علبة الزبادي المفروض إن إنتاجها ما يكونش عدى عليه أكتر من 7 أيام، علشان أضمن إن الخميرة تكون لسه صغيرة وبصحتها كده وتقدر تشتغل وتعمل لنا زبادي. وأكيد طبعا نقدر نستخدم الزبادي اللي احنا عاملينه في البيت، ولكن بشروط هنقولها كمان شوية. هنا أنا كنت نسيت معلقتين من اللبن البودرة، المفروض كنت ضفتهم في البداية، بس هزود عليهم كبشة أو 2 كده من اللبن الدافي علشان ندوب فيهم الخميرة اللي هي الزبادي. في الشتاء أو لو الجو معتدل بستخدم معلقة كبيرة مليانة لكل كيلو حليب، إنما في الحر بنستخدم نص معلقة كبيرة لكل كيلو. هنقلبهم وندوبهم كويس جدا قبل ما نصبهم على الحليب الدافي. نخلي بالنا ان لو الخميرة زادت البكتيريا بقى بتعمل خناقة على الأكل، وفي الآخر الزبادي يطلع مش ماسك نفسه ولاذع، أو ممكن كمان يبقى ممرر. الفخار أو طواجن كده بالبرامة بتاعة الفلاحين بتبقى حلوة قوي في عمل الزبادي واللبن الرايب. اتأكدوا بس ان انتم مدفيينها كويس علشان ما تنزلش حرارة اللبن. الكوبايات الازاز الصغننه دي بتبقى كيوت قوي، او حتى البرطمانات، بس مشكلتها انها بتفقد الحراره بسرعه، فبحطها كده في صينيه واضيف معاها ميه سخنه بس مش مغليه، وما تعديش التلت اللي تحت علشان ما تدخلش في اللبن وتبوظ الزبادي. كمان كده ما نملاش للاخر علشان ما يلزقش الغطا في الزبادي ويشيل الوش بتاعه بعد ما يبرد. دلوقتي بقى انا عايزه احافظ على الزبادي بتاعي كده زي النونو، متغطي ومتدفي، درجه الحراره تفضل كده 43. في الشتاء سهل جدا ان احنا نحافظ عليه متدفي. بجيب بطانية وكلفته فيها كويس، ده غطا مخدة بس من مادة البطانية عاملاه كده للزبادي. وممكن كمان لو عندنا القربة دي بتاعة المية السخنة نحطها كمان علشان نفضل مدفيينه. ممكن برضو في ناس بيشغلوا الفرن ويدفوه بعدين نطفيه ونحط الزبادي جوه الفرن المطفي ونشغل لمبة الفرن. ما ينفعش طبعا نغطيه خالص في الصيف، البكتيريا كده هتفطس، درجة الحرارة اوريدي بتبقى عالية. هنكتفي في الصيف ان احنا نغطيه بغطاء حلة او بكلينج فيلم ونشيله بره المطبخ علشان الحرارة بتوصل لأرقام خزعبلية. طول ما احنا بقى سايبينه يخمر مش عايزين نزعجه ولا نقرب منه خالص، عشان لو اتحرك الزبادي مش هيطلع كده متماسك وجميل. بياخد قد ايه في التخمير؟ حوالي 6 ل 8 ساعات بيكون جاهز. احنا بعد 4 ساعات كده بنبدأ نبص عليه، خصوصا في الصيف لان الجو بيبقى حر، فعملية التخمير بتبقى اسرع بكتير. اول ما بيتماسك يدخل التلاجة فورا، هو بيتقل اكتر جوه التلاجة. لو اتساب بره الحموضة بتعلى ويبدأ ينزل المية او الشرش ويبقى طعمه لاذع وغير مستحب. الفرق ما بين الزبادي العادي واليوناني حاجة واحدة بس، اللي هي السوائل اللي موجودة، اللي هي برضو بنسميها مصل الحليب أو الشرش. علشان الزبادي اليوناني يطلع كريمي 3 مرات أكتر زي ما قلت لكم في أول الفيديو، بضربه كويس جدا بأي مضرب يدوي، هاند بلندر أو في الخلاط. ما تتصوروش ده بيفرق قد إيه في نعومة الزبادي، بيبقى خطير. بعد كده نجهز شاشة أو أي قماشة عندنا، فوطة مطبخ، طرحة، بس يفضل يكون لونها أبيض، ونضيف مخصصها بقى للزبادي والجبنة والحاجات دي. ونجيب مصفى كبيرة على قد حجم الزبادي، وتحتها بولة بقى كبيرة علشان تجمع كل السوائل. البولة لو صغيرة هتتملي بالمصل اللي هينزل أو بالشرش وتلزق في المصفى، يعني كأنك يا أبو زيد مغزيت، فلازم تبقى البولة كبيرة. بغطيه وبسيبه يتصفى بقى براحته من 2 ل 8 ساعات. في الصيف بدخله في التلاجة، لكن في الشتاء بسيبه عادي في المطبخ. لو عايزين تسرعوا من وقت التصفية بنحط تقل فوق الزبادي بالشكل ده كده. وكمان كل مثلا نص ساعة كنت بطلعه الزبادي واقوم مقلباه تقليبة كده بالويسك علشان يتصفى أسرع وكمان يبقى متجانس أكتر. بنسيبه يتصفى عادة من 2 ل 8 ساعات كحد أقصى، وده بيعتمد على القوام اللي بتحبوه للزبادي اليوناني. أنا شخصيا بسيبه 2 3 ساعات، ده بالنسبة لي ممتاز وبيبقى قوامه حلو. لو قعد أكتر من كده طبعا بيبقى أتقل. لو حسيتوا انه بقى تقيل عن اللزوم ممكن ناخد شوية من الشرش ونزودهم عليه. طبعا انا بضربه ضربة تانية بالهاند بلندر، بيبقى زي الكريمة المخفوقة او القشطة، يعني بيبقى تحفة. 2 كيلو حليب هيعملوا 2 كيلو زبادي، بعد ما صفتهم 2 أو 3 عملوا كيلو من الزبادي اليوناني. وطبعا ممكن يبقى أقل من كده لو صفتوه مدة أطول.
الشرش أو المصل اللي نزل ده كنز مليان بالإنزيمات والبكتيريا النافعة، تقدروا تحطوه في السموذي وتشربوه، تحطوه في التتبيلات بيطري اللحوم، أو تعجنوا بيه قرص بيطري العجين، بيطري أي حاجة، فانتوا ما ترموش الشرش. علشان بعمل زبادي كتير فالمصل ده بحوشه في الفريزر وبخرج وقت ما احتاج. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنعمل اللبنة ازاي، سواء كريمي ناعمة بتتفرد على السندوتشات أو المدورة المدعبلة اللي بتبقى متغطسة بزيت الزيتون، تحفة، الاتنين أحلى من بعض. هنبدأ برضو من الزبادي، دول ال2 كيلو زبادي اللي عملناهم من 2 كيلو حليب، هضربهم بالهاند بلندر لحد لما ينعموا كويس قوي، وبزود معاهم ملح حسب ذوقكم. أنا زودت معلقة كبيرة من الملح، وبحب دايما استخدم الهيمالاين اللي هو بيبقى لونه بينك شوية كده، ونقلب وبعدين هنصفي زي ما صفينا الزبادي اليوناني بالظبط. الفرق ان احنا هنا هنطول المدة بقى، يعني علشان ناخد لبنة كريمي بنصفي على الأقل 24 ساعة. عايزينها تجمد أكتر ممكن نصفي اللبنة لحد ما تقعد مثلا 72 ساعة، يعني من يوم ل3 أيام. طبعا لو الجو حر أنا بسيبها في التلاجة تصفي براحتها. بصوا ده قوام اللبنة بعد ما اتصفت 24 ساعة في التلاجة، كريمي وتحفة. علشان تبقى اكسترا كريمي أو كريمي 3 مرات أكتر، بالهاند بلندر هو الحل السحري. بدوقها ولو حسيت انها محتاجة ملح بزود على حسب الذوق. متتصوروش الضرب ده بيدخل فيها هواء وبيخليها فلافي وهشة وكريمي ازاي. بصوا شكلها وقوامها اتغير. احتفظ بقى بيها في البرطمانات. أفضل طريقة لو عندنا كمية لبنة كتير علشان نحافظ عليها هي التنشيف. بنتخلص من أكبر قدر ممكن من السوائل اللي موجودة في اللبنة، نعصرها كويس ونسيبها بتقل كده في التلاجة تتصفى لمدة يومين 3. المهم إن أنا أعرف أمسك اللبنة بإيدي وأشكلها بسهولة على شكل كورة. لو كرات اللبنة بتلزق في ايديكم ومش بتتشكل بسهولة ندخل اللبنة تاني التلاجة تكمل تصفية. لا يعني انا عايزاها زي ما انتوا شايفين كده، بصوا ايدي نظيفة وما بيبقاش فيها اي لبنة. بحط منديل تحتها وبعد ما بخلص بغطيها بمنديل وندخلها التلاجة تقعد ليلة كاملة. انا عايزاها تتنشف مظبوط. بصوا يعني ده بعد يوم كامل في التلاجة المناديل اتبلت وخدت كل الرطوبة اللي موجودة في كرات اللبنة. بصوا علشان نعرف ان هي اتنشفت بيبان من ملمسها، بتتدحرج بالظبط كده زي الكورة. تقدروا تحتفظوا بيها بالشكل ده أو نغطسها في شوية سمسم، حبة البركة، سماق، زعتر سوري، يعني بنخليها كده إليجنت وحاجة فخمة 5 ستارز بسهولة ومش مكلفانا أي حاجة. عشان نحتفظ بيها بقى بنجيب برطمان متعقم، وبعد ما يبرد من التعقيم وينشف خالص بنحط اللبنة ونغطيها بالزيت، ممكن زيت زيتون أو أي زيت نباتي. أهم حاجة إن هي تكون مغمورة تماما علشان نضمن إن هي تقعد معانا أطول مدة. كم بقى معلومة أخيرة حابين نأكد عليهم. بعد ما بنعمل الزبادي ممكن ناخد منه معلقة أو 2 ونشيلهم في برطمان نضيف ونستعملهم في خلال 7 أيام علشان نعمل منهم زبادي جديد. وبعد كم مرة كده من عمل الزبادي في البيت لو حسيتوا إن النتيجة مش بتطلع مظبوطة يبقى احنا محتاجين نشتري علبة زبادي جديدة نستعملها كخميرة. طيب ليه الزبادي ممكن يطلع لزج؟ أول حاجة إن انتوا تكونوا استعملتوا علبة زبادي أصلا لزجة، فبالتالي الزبادي هيطلع زيها. تاني حاجة إن درجة الحرارة كانت قليلة عن المطلوب سواء في تسخين الحليب أو في فترة التحضير. ده بيخلي بعض أنواع البكتيريا والخمائر تنشط وتطلع كده زي مواد سكرية تخلي الزبادي لزج. تالت حاجة إنه حصل تلوث بسبب إن احنا استعملنا معلقة أو طبق أو أي حاجة ما تكونش متعقمة كويس. أظن بكده نكون غطينا معظم الأسئلة والاستفسارات والتكات اللي بتخص الزبادي واللبنة، وإن شاء الله لو طبقتوا كل حاجة يطلع معاكم نتيجة ممتازة. أشوفكم على خير، سلام عليكم.